السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو سريع كده. النهاردة هنتكلم عن حالة الشخص المصري اللي هو وصل مطار واشنطن دي سي واتقبض عليه في المطار لأنه كان شايل معاه لحمة وفراخ وتوابل وبدنجان. أكيد ناس كتير سمعوا عن القصة دي والحمد لله الجماعة العنصريين بقى والناس اللي هي متأخرين التفكير ومتأخرين العقل في بعض الفئات العربية اللي عندنا، اللي هم مستنيين يمسكوا على الواحدة، على أي حالة فردية لشخص مصري يمسكوا في الدنيا على طول. ده المصريين عاملين، المصريين موسخين، المصريين مدهولين، على أساس إن هم المثاليين الوحيدين. بس في الحالة دي الحالة بتاع النهاردة أنا بصراحة مش هقدر أدافع ولا أقول أي حاجة عن الشخص المصري أو الموقف اللي هو عمله. أنا واحد من الناس عايش هنا فوق 17 سنة، والحمد لله بحاول أبعد عن جو الفهلوة وجو الحب ومشيها بالحب والكلام ده كله، وبحاول أصير هنا. الدنيا هنا معروفة يا جدعان، في الحاجات الليجل والإليجلز. يعني حاجة يقول لك والله انت مسموح لك تعمل كذا 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 بتمشي عليها، مش مسموح لك بتمشي برضو تسمع كلامهم. جو الفهلوة بقى ومشيها بالحب، وخلينا نجيب بقى شوية خضار معانا على شوية لحمة على شوية مش عارف ايه. النصيحة دي لأي شخص جاي من مصر قريب او اي حد جاي من دولة عربية قريب، كل حاجة موجودة هنا. والله انا صورت لكم قبل كده، صورت لكم فسيخ ورنجة والكلام ده كله، المحشي حتى اللي هو اي نعم الطعم فعلا مش زي طعم الدول العربية او طعم الحاجات بتاعت مصر، بس كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة هنا. الجبن بانواعها، اللانشون، الجبنة الرومي، الجبنة التركي، النستون، التونة العربية، زيت الزيتون، بص اي حاجة تتخيلها موجودة هنا. لدرجه ان انا دايما اي حد يجي يكلمني يقول لي عاوز حاجه من مصر، عاوز حاجه من هنا، اقول له يا عم لا والله العظيم كل حاجه موجوده، كله موجود. اي نعم ممكن تبقى غاليه بمقارنه بالاسعار الموجوده في مصر، بس ليه تشيل وليه تحط نفسك في موقف زي ده؟ الموقف وحش جدا جدا وسيء لدرجه ان هو متصور. يعني فاتحين البتاع لما يجي حد اجنبي او حد صاحبي معايا مثلا يقول لي شفت القصه بتاع المصري من عندكم اتمسك بلحمه وفراخ ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، مش فاهم انا هو كان ايه اللي في دماغه، او اولاده قالوا له يجيب حاجات زي دي ازاي معاه. طبعا القانون بيمنع دخول حاجات زي كده منعا لانتقال الامراض والكلام ده كله. طبعا هم عمل ريبورت، الفراخ اللي جايبها ممكن تكون حامله لانفلونزا الطيور، فيها امراض، اللحمه يكون برضو ممكن فيها امراض، كل الكلام ده ممنوع. طبعا خدوا الحاجات اتصدرت، الزبون طبعا شاف الكلب وهو بيشمشم، معرفش ضربه بالرجل، انا معرفش القصه دي حقيقيه ولا لا، بس هو خد مخالفه بالتعدي على موظف فيدرالي اثناء تاديه عمله، والكلب ده يعتبر موظف عندهم. طبعا انا قلتها في اكتر من فيديو قبل كده ان حقوق الكلاب مهمه جدا جدا. الطفل رقم 1 والمرأة 2 والكلب 3 واحنا في الاخر بس ده طبعا حق من الحقوق الكبيرة جدا. اللي انا سمعته او قريته في الاخبار برضو ان هو دفع غرامة $800 عشان حق العلاج للكلب فريدي، اسمه فريدي الكلب. واحنا طبعا كل الناس اللي جايه المطار هتشوف الكلب ده بيشمشم حوالين الشنط، فبلاش تشيلوا معاكم اكل، مش محتاجين تجيبوا اكل معاكم. كل حاجة موجودة هنا، وممكن برضو تجيبوها بسعر برضو مش غالي. في نهاية الفيديو أحب أقول إن الحالة دي حالة فردية، ودايما بسمع تريقة كتير أو ناس كتير تقعد تتكلم وهي جاية من المطار يقول لك ده أنا شفت طيارة المصريين وعمالين يشيلوا جبن وعلب جبن وصفايح جبن والكلام ده كله. في عادي، في عرب بيجيبوا حاجات برضو يعني مش احنا لوحدنا، بس للأسف احنا أكتر ناس مشهورين بالكلام ده. يا ريت الناس تاخد بالها من الموضوع ده عشان ممكن تخسر كل حاجه. يعني هو كان جاي مثلا بدل ما هو يروح يتصور او يروح هنا او يخرج هنا يشوف نيويورك، يشوف امريكا، يشوف تمثال الحريه، دلوقتي رجع في اول طياره، اترحل على اول طياره رايحه مصر ودفع غرامه واتفضح فضيحه مش كويسه. خدوا بالكم يا جماعه،
حاولوا تلتزموا بالقانون وبلاش الفهلوه. كل حاجه موجوده هنا والله، مش محدش لازم يجيب حاجه معاه. ده فيديو سريع. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.